مشلاك من اول النهارده الصبح كل حاجة عن مشلاك، اللي حصل مع مشلاك واللي حصل مع في النادي، والشتائم اللي اتعرض لها اللاعب، وكل المشاكل طبعا اللي كنا بنتابعها الايام اللي فاتت عن مشلاك. ان هو بيدرب لوحده، ان هو عمال يرفع قضايا على النادي، ان هو في مشاكل بينه وبين الإدارة، والإدارة عايزة تفسخ التعاقد معاه وهو مش راضي، وهما مش عارفين يفسخوا التعاقد معاه عشان يجيبوا لاعب. واللي حصل ان هو اللي فسخ التعاقد بعد غلق باب القيد، او ان انت تقدروا تجيبوا لعيبة، ان الزمالك قدر يجيب لعيبة بعديها بيوم على طول، هو اللي افسخ العقد بتاعه. ومش بس كده، بعد بلاغ للفيفا بالمشاكل، وان هو ما بياخدش القبض، ما بياخدش المبلغ المستحق ليه. ومشاكل من النوع ده من الصبح، مشاكل بس نزل التدريب النهارده ناس شتمته في النادي ومشاكل كتيرة اوي مع اللاعب ما كانش ليها اي لازمة. ليه جبته من الاول؟ ليه جاب من الاول؟ ليه النادي والكشافين والناس دي؟ مفيش كشافين، مفيش اي حاجه في النادي، تحس النادي ماشي بالهيصه، ماشي بالدوشه، ماشي مش عارف ايه، تحس ان الاداره بتاعه النادي مش موجوده. بجد كارثه بكل المقاييس مع التعامل مع اللاعب مشلاك. وفي الاخر هو اللي اذى النادي بان هو يفسخ التعاقد بتاعه بعد قفل القيد بيوم واحد بس. يعني النادي ولا يقدر يجيب لاعب ولا هيقدر يستفاد كمان من مشلاك، وغير كده هيدفع الفلوس المتأخرة للاعب.